والمدرسة يا أخوان ما هي بمبناها، المدرسة بالناس بالبشر، لذلك اخترنا لها ناظرا كفؤا، ناظر يقود مستقبل التعليم في هذه القرية إلى مستوى علمي يواكب التقدم في الدول المتقدمة. وقد اخترنا الرجل المناسب لهذه المهمة الشاقة، ألا وهو الأستاذ أحمد النادي. هو خير رجل لهذه المهمة، فقد حصل على الماتريك من كلية هداسة في القدس الشريف. القدس الشريف اللي خذها اليهود. والتحق بسلك التدريس والتعليم لسنين طويلة في فلسطين الحبيبة. فلسطين اللي فيها القدس. واطلع على كل جديد ومفيد. وها هو اليوم يأتي إلى قريتكم من فلسطين العزيزة. فلسطين اللي كلها شهر شهرين وراتب.